صباح خير لكل اللي عم بيشوفونا عبر صفحتي الشخصية. بدي أقول لكم يسعد صباحكم. هلا أنا وزميلي جعفر وزميلي محمد جربوع متواجدين بمشفى العيون، وعدد كبير من النقاط. طبعا أنا بالمشفى المجمع الطبي، وكاميرا المركز الأخباري هي أول كاميرا كالعادة. طبعا كالعادة قولا واحدا، عندما يكون النمر في حلب ما في غير التلفزيون السوري بيكون موجود. انه كثير مهم المشفى طلع المجمع الطبي بشكل عام فحصين مجمع كبير جدا. انت عم تتابعوا معنا. عدو هون عدو هون عدو. طبعا محيطه كله عدو بالكامل، والشباب عم بيجهزوا. نزلت امبارح. هاي خلينا نطلع هيك مسحة كاملة، واحلى شباب نمور الجيش والقوات المسلحة. وهذا هو المشفى بالكامل، لفة هيك مجمع. طبعا مشفى العيون ومشفى الأطفال والتوسعة التي كانت. وهي فيديو سيلفي والشعار من خلفي، وقاضي عسكر من أمامي، والله أعلم لبين من نوصل. بس التنويه ايه القلعة. لا القلعة ورا هذا البناء. بعرف شفناها طلعنا. بالعمق مبين بالعمق هذا عدو. دليل انه هن منهارين غير قادرين على يعني احداث اي فعل مضاد باتجاه الجيش. معش اقولها بالحلبي؟ اولى بالحلبي هربوا مثل الجرادين لانه الجيجات. لا والله وينه قال في واحد هذا قال تفاجئ امبارح مسلح. هربوا مثل البيسات. مثل البيسات. طيب تابعونا بتغطية مباشرة على مدار الساعة عبر شاشة الوطن، التلفزيون العربي السوري، المركز الأخباري. شادي حلوة، جعفر يونس، محمد جربوع، بدر جدعان، فؤاد أزمرلي، والشباب كمان وكل زملائي بالمركز. وكلياتنا على مدار أسبوع إن شاء الله ما رح نوقف ولا دقيقة. لكم أجمل تحية شو لوزارة الإعلام بجميع طاقمها، طبعا الاستاذ وسام داوود ومدام ميسون. تحياتي لهم جميعا، استاذ وسام ومدام ميسون واستاذ عامر سرجمان وزيرنا، شكرا لك. والمدير العام استاذ عماد ساره كمان تحياتنا لك. شكرا لكم، تابعونا.